بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بكره ماتش مصر ونيوزيلندا، ان شاء الله رب العالمين نكسب. بعد ماتش مصر وبلجيكا والاداء الرائع اللي عمله منتخب مصر واللي عمله حسام حسن، وهنا لازم نشكر حسام حسن زي ما بننتقد، زي ما لازم نشكر. حسام حسن عمل ماتش ولا اروع، عمل ماتش ولا اجمل، عمل ماتش ولا احلى من ده ماتش. بس لازم يا جماعه نعرف، بلاش تبقى طموحنا اللي هو احنا هنوصل دور الاربعه. يعني طلع ابراهيم عبد الجواد عمال يقول ايه، انا قابلت الكابتن حسام حسن وقلت مصر من ضمن الثمانيه الكبار، احنا لازم نوصل بعد الثمانيه. يا عم اوصل بس الدور خليها دور دور، يعني خلينا نمسكها حاجه حاجه. اهدوا بالله. ماتش مصر ونيوزيلندا، انا اتفرجت على ماتش نيوزيلندا وايران. اتضح لي اللي اسهل ماتش لمصر في المجموعه دي اتلعب خلاص، هو ماتش بلجيكا. نيوزيلندا مش في خدهم بيضه كابتن مجدي عبد الغني. نيوزيلندا بدنيا هيتعبونا، وايران بدنيا وفنيا هيفرمونا، هيتعبونا هيتعبونا. نيوزيلندا يا جماعه لياقه بدنيه غير عاديه، غير عاديه. العيال في ماتش ايران كانوا بيجروا يعني حصنه بتجري حصنه. انا بحسدهم عشان بكره ما يعملوش حاجه، عشان بكره ما يجروش زي الجري اللي جروه في ماتش ايران. بصراحه ماتش ايران ونيوزيلندا من امتع الماتشات اللي اتفرجت عليها في كاس العالم ده. ماتش ايران الجاي كمان ده هيبقى مفرمه. يعني ايران فيها 5 لعيبه، رقم 10 الوينج ليفت، رقم 14 نص ملعب، رقم 23 وينج رايت، ورقم 8 المهاجم هو رقم 9. الولا رقم 10 ده في ايران فراك، فراك. الولا بيجري ومهاري، فراك. بيجري حاجه بيفرك والله في الملعب. ما شفتش كده في حياتي. نرجع لنيوزيلندا. نيوزيلندا لياقه بدنيه غير عاديه، احنا هنتعب معاهم بدنيا، احنا هنتعب فنيا، احنا هنتعبهم. فاحنا لازم نشتغل بدماغنا قبل ما نشتغل بدنيا معاهم، لان هما بدنيا هيفرمونا. عندهم المهاجم بتاعهم زمان، بتوع الموبيليا كانوا لما كانوا بيعملوا اوض نوم، فكانت اوضه النوم زمان كبيره، فكانوا لما يجي يعملوا دولاب، فتلاقي مثلا ان الدولاب عرضه حوالي 3 متر وطوله حوالي 2 متر، يعني ارتفاعه عن الارض حوالي 2 متر وشويه. فكنت تلاقي ضرفه الدولاب ذات نفسها الطول حوالي 2 متر وشويه، وعرض ضرفه الدولاب حوالي متر ونص. حاجه يعني ضرف الدولاب ما تقدرش تشيلها. مهاجم نيوزيلندا هو ضرف الدولاب. بجد ما شفتش في حياتي بني ادم زي ده. ده بني 2 متر او 100 حاجه و90 طول بعرض. يعني الولا عريض يعني ده مثلا عايز حسام عبد المجيد في رامي ربيعه تضربهم في الخلاط تطلع له لاعب زي ده. الولا طول غريق، يعني الولا طويل، يعني اي كره عاليه بيجيبها. فده لازم تلعب له يعني رامي ربيعه او حسام عبد المجيد، ده اللي هينفع معاه طول بس. فالواد جته، فبدنيا هم هيتعبونا قوي. فاحنا لازم نلعب معاهم بدماغنا اكتر. ان شاء الله رب العالمين كابتن حسام كده يستهدى بالله يعمل لنا ماتش حلو زي ماتش بلجيكا، وان شاء الله رب العالمين اول مكسب في المونديال باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بكره مصر تكسب ونعدي دور ال 48 ده، ولا مش عارف دور ايه ده، يعني نوصل للدور الثاني وخلاص يعني، وربنا يسهل الدور الثاني ده بقى هنشوف هنلاعب مين، عشان انا مش فاهم اي حاجه في المجاميع اللي داخله ببعض دي. دي حاجه. الحاجه التانيه كنت عايز اتكلم عليها، ارض نادي الزمالك. الف مبروك لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك والمجلس اداره نادي الزمالك اللي اشتغل زي ما بننتقد في وقت
إحنا ما بنشوفش منهم حاجة ولا بنسمع صوتهم، لازم برضك نقول لهم تمام، عملتوا شغل حلو، قدرتوا ترجّعوا أرض، قدرتوا تشتغلوا، قدرتوا تعملوا، اديتوا لنفسكم مساحة، شدّوا حيلكم بقى، ها يالّا، شدّوا حيلكم، يالّا كابتن حسين، يالّا إحنا في ضهرك، بننتقدك وقت ما أنت ما بتكون مش موجود، ما بتسمعناش صوتك، ما بتقولش أي حاجة، اشتغل بقى كابتن حسين، دلوقتي وقت شغل، نسكت شوية، مش لازم كل يوم ألاقي معانا مش عارف مين من عضو مجلس إدارة، معانا مش عارف مين، نسكت شوية، اشتغلوا شوية، النهارده أنت كنت مع عمرو أديب، قُلت كلمة عجبتني، وفي نفس الجلسة أنت لغيتها يعني، في نفس اللحظة، قُلت إحنا لازم نتعلم من الأخطاء اللي فاتت. حلو جميل تتعلم من الأخطاء اللي فاتت، يالّا كابتن حسين اتعلم من أخطائك، يالّا كابتن حسين روح، معاك جمهور بيقول لك روح، يالّا push عمّالين نزُق فيكم في نفس اللحظة، مش عارف اللي هو رئيس اللي هو عضو مجلس النواب، قال لك الزمالك هيخش له 10.000.000.000 يا عم 10.000.000.000 إيه؟ يا عم 10.000.000.000 إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ تاني هنغلط نفس الغلطة؟ تاني؟ إحنا دخّلنا موارد و2.000.000.000 و3.000.000.000 و4.000.000.000 وأول ما قالوا كده الأرض اتسحبت، طب ليه؟ يعني نسكت شوية بقى، نسكت بقى كابتن حسين بقى شوية صمت، شوية صمت أرجوكم، أرجوكم، اشتغل يا كابتن حسين إحنا معاك، والله بنحبك، بننتقدك عشان أنت شايفينك ما بتقولش حاجة، ما بتعلنش حاجة. دلوقتي عمّال تقول ده إحنا داخلين مديونين بمليار ومش عارف إيه، فين الكلام ده؟ مش في جهاز مركزي محاسبات المفروض يحاسب مجلس الإدارة اللي فات ويشوف إيه الدنيا ويشوف إيه الموضوع، كلم يا كابتن حسين قُل حاجة، قُل حاجة، ده حلو اللي أنت تقول في الحاجة يعني الحاجة الحلوة تقولها ماشي جميل، بس خلّي الدنيا في الصورة، خلّينا في الصورة معاك عشان ما نطلعش نهاجمك، حلو جميل يا كابتن حسين الأرض حلوة. يالّا كمّل، عشان نترحم من ذُل اللي بيدّونا فلوس، نترحم من ذُل اللي بيدّينا فلوس، الراجل كتّر خيره بيدّينا فلوس بس بيذلّنا، بيذل الجمهور، يعني تخيّل أنت واحد قاعد على تويتر كل شوية ينزّل تويتة يربك بيها الدنيا، إيه ده؟ طب هنعمل إيه؟ طب هيجيبوا فلوس منين؟ ليه؟ عشان أنتم مجلس إدارة يا كابتن حسين اعتمدتوا عليه، فالراجل بيذلّكم، أدّيكم فلوس بس أنا أعمل اللي أنا عايزه، مشّي جون إدوارد. قسمًا بالله أنا لو في إيدي الأمر فلوس بذُل والّا جون إدوارد، لأ أنا هاختار جون إدوارد، أنا مش عايز فلوسه اللي باتذل بيها، فلوسه قعّدتنا 10 سنين العشرية السوداء، أنا حضرت بقى العشرية السوداء دي، أنا حضرتها، مرار طافح، 10 سنين ذُل عشرية سوداء، عشرية سوداء، دلوقتي هو بيصلّح، حلو جميل كتّر ألف خيرك، بس أنت مش لازم لمّا تدّيني فلوس تذل أمي بيها. عمّال تطلع تقول أنا باحب وباعمل والزمالك حُبّي والزمالك حبيبي حلو جميل، وإحنا يا سيدي كتّر ألف خيرك، بس أنت مش لازم وأنت بتدّي للزمالك فلوس تذِل أمه، ده م ده م دي مش طريقة دي، دي مش طريقة أبدًا، ربنا يوفّق مجلس إدارة نادي الزمالك، أمّا بتعمل حاجة حلوة يالّا إحنا كُلّنا في ضهرك، هنشجّعك، application عملته اشتركنا، عضويات هتفتحها أنا لو في مصر هانزل اشترك في نادي الزمالك مع إني قاعد في إسكندرية، هانزل اشترك في نادي الزمالك، أنقل بقى القاهرة هانزل اشترك في نادي الزمالك، أنا باعلنها أهو، يفتح العضوية أنا في مصر هانزل اشترك، هاروح على طول أكون عضو جمعية عمومية في نادي الزمالك. ربنا يوفّق كابتن حسين، وربنا يوفّق مجلس إدارة نادي الزمالك، وربنا يوفّق الزمالك في اللي جاي، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يوفّق منتخب مصر بكرة، وبإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، إن شاء الله بكرة مكسب. سلام.